ولو ما فهمتش انا قلت ايه قول له كده بس. الجزء التاني من اللي اوله شرط في بند الكهرباء، وعملته على جزئين عشان بند مميت بجد. لو شغال في مبنى او فيلا بتاعتك راجع على الصواعد ال50 او ال70 او ال90 بتاعتك. ولو ما فهمتش انا قلت ايه قول له كده بس. ولو ما عندكش بير ارث خليه يعمل لك بير ارث. بير الارث ده ان لو الكهرباء جات لك زياده من بره بيحافظ لك على الاجهزه بتاعتك، وفي نفس الوقت بيديك امان ان محدش يتكهرب من الاجهزه. فهو مهم وما تخافش من تحضيره، يعني من تحضيره يخوف. يعني هتلاقي اول ما تقول للكهربائي بير ارث هتلاقيه لبس عمه وطلع له ريشه قلب زي الدجال، وفي دخان طالع في المكان. يقول لك احنا هنحفر حفره وهنحط فيها ملح وهنحط فيها فحم وهنجيب بره نحاس طويله او برطين وبعدين نحطهم في الحفره وبعدين نجيب الافوميتر ونقيس. هتقيس ايه يا ابني؟ معلش هو الارث كده. وبعد كده ياخد منه كابل للفيلا كلها او للعماره بتاعتك كلها وبيمشي لك فرده ارث. خلي بالك ارث مش نيوترال في الفيلا كلها، ولازم يراجع لك على الصواعد او اعملها من الاول، ولازم يرقم لك السلك من اوله ومن اخره عشان تبقى عارف كلكوعة السلوك دي رايحة فين وجاية منين. واللي اوله شرط اخر نور. سلام عليكم.